السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اولا بعد رمضان كريم، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتو يا ربي، غادي نحضروا اليوم واحد السيجار اللي ما بعده سيجار. انا بعدا ما عمري ما جربت بحال هذا السيجار، خطير زوين بزاف وطاروا ما خلاو فيهم لا الكبار لا الصغار حتى شي حاجه. المهم راه ضروري تجربوهم. نمشيو للمكونات. عندنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض ولا جوج لافات كبار عامرين. عندنا معلقه ديال الملحه وواحد المعلقه كبيره ديال الزيت نباتيه صافي. وكنجمعوا العجينه بالماء دافي، كندلكوها مزيان، كنجمعوا العجينه وكنعطيوها نيت تدليك مزيان. هذا هو السر في هاد العجينه هذه اللي غادي تجيكم مورقه. اللي كلاهم عندكم غادي يقول لكم هذه ورقه، يا اما الورقه البسطيله يا اما الورقه ديال الفيلو. راه بدون مبالغه راه جاو رائعين وخطيرين جدا. انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش. المهم العجينه كنعجنها مزيان وكندلكها. انا كما كتشوفوا راه دلكت العجينه مزيان وسرعت لكم التصوير باش ما يجيش الفيديو طويل. وغادي نخليها دابا ترتاح، المهم واحد ساعه المكانه تقريبا. وعاد غادي نشكلوها كويرات صغارين بزاف. المهم انا هاد الكميه هذه ديال الدقيق راه خرجت ليا شي 20 حبه تقريبا. هنا غادي نمشيو نوجدوا الحشوه. عندنا بصله واحده مشلضه مزيان، وعندنا واحد الفلفله حلوه، هذه القرعه خضراء وحبه واحده، هذه جوج خيزوات تقريبا محكوكين حتى هما، وهذا الملفوف ولا المكور، المهم كل واحد وشنو كيسميه. هنا العطريه احتاجينا الملحه والبزار وسكنجبير تقريبا نص معلقه والخرقوم وزيت الزيتون. وغادي نزيد شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده صافي. كندير كلشي على هذا على النار حتى كيعمى كيهبطوا ليا مزيان، كنحس بهم تشحروا مزيان وطابوا. عاد كنضيف باقي المكونات. هنا شويه الهريسه اختياريه، وكنضيف الشعريه الصينيه مسلوقه، هذا الزيتون مقطع، وكنخلطو مزيان حتى كندمج لينا العناصر مع بعضها. هنا كنزيد الطون صافي. كنخلط الحشوه مزيان وكنخليها حتى كتبرد. عاد كنبدا نعمر السيجار ديالنا. هنا العجينه ديالي راه شكلتها قبل بواحد نص ساعه تقريبا، باش هكا تكون سهله في الخدمه وتكون تلقات راسها، يعني حيت ما فيها لا خميره لا والو. خاصنا نخليوها ترتاح مزيان باش تعطينا الطوع كي كنقولوا صافي. وكنبدا نورق. خاصكم تورقوها مزيان وانت غادي تشوفوا راه العجينه راه مطاطيه ناجحه 100%. كتمشي معكم فين ما مشيتو، كتمشي معكم، يعني ما كديروا معاها لا مجهود لا والو. وهنا كنورقوا بشويه ديال الزبده والزيت باش يجيونا مورقين ومقرمشين. كنخلطوا الزبده والزيت وكنطلقوا بهم العجينه.
اللي مازال معايا حتى لهنا ما تنسيش اختي لايك واشتراك الا مازال مشتركاش في القناه، وشكرا لك بزاف. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه كما كتشوفوا كندهنوها بالبيض، البيضه كامله يعني كنضربوها مزيان وكنبداو ندهنوا الوجه ديال السيجاره، ومن الفوق كنديروا شويه ديال الحبات السوداء ولا الزنجلان ولا المهم اللي متوفر. صافي وكندخلوهم الفران على درجه الحراره 180 درجه تقريبا، من النار من الاسفل ومن الاعلى، وكنخليهم حتى كيطيبوا مزيان وكيتحمروا، وبالصحه والراحه. وهذه هي النتيجة النهائية، راه كيجيو زوينين رائعين خطيرين. انا متأكدة ملي غادي تجربيهم راه غادي تعتمديهم يعني غيكونوا عندك معتمدين برمضان بلا رمضان وزائد صحيين. الوليدات اللي ما تيبغيوش ياكلوا لنا الخضره كتدخلي فيهم يعني راه 4 ديال الخضر هذوك اللي داخله ولا تقريبا. وهادشي اللي كاين، واللي مازال مشتركاش في القناه تشترك وتخلي لي لايك وتعليق زوين، وشكرا بزاف. حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.